هنسمع المشكلة مع بعض. الكذب ملوش رجلين. مهما الواحدة تكذب هيجي اليوم اللي يكشف أمرها. علشان ايه بتقولي كده يا صفا؟ علشان هنسمع المشكلة مع بعض، بس قبل أي كلام صلى على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. واحدة منفصلة، هي عندها 22 سنة، اتجوزت سنة وانفصلت. كل ما يتقدم لها حد وتقول له أنا مطلقة بيسيبها ويمشي. وفي ناس كتير بتطمع فيها، بتقول أنا معرفش الست المطلقة بتتبهدل كده. جالي عرسان كتير اللي مثلا مراته ميتة وعنده أولاد، مجرد ما يعرف إن أنا مطلقة أو في أي ظروف، مجرد ما يعرف إن أنا مطلقة بيمشوا وبيسيبوني. جالي واحد اتخطبت له بس ما قلتلوش إن أنا منفصلة، هو مفكر إن أنا بنت بنوت ما اتجوزتش، وخلاص هنقرر إن احنا نتجوز، بس أنا مش عارفة أعمل إيه. لو أنا قلتله هيسيبني زي اللي سابوني ومشوا، ولو أنا ما قلتش يبقى أنا كده بضحك عليه وهيحصل مشاكل ما بيننا. أنا مانيش عارفة أعمل إيه. أستنى لغاية ما يحبني ويتمسك بيا وأقوله، ولا أقوله على طول واللي يحصل يحصل؟ بس أنا حاسة لو أنا قلتله هيسيبني زي اللي سابوني. أنا حبيته ومستواه كويس وما عندوش أولاد، وهو مفكر إن أنا ما سبقليش الجواز ولا اتخطبت ولا ليا أي ارتباط مع حد. أنا في حيرة وأنا في دوامة، مش عارفة أعمل إيه واتصرف إزاي. علشان كده أنا قلت إن الكذب ملوش رجلين. بصي، انت لازم تقولي له. طب انت لو ما قلتلوش، طيب يوم الفرح هيعرف ان انت ما انتش آنسة، سبقلك الجواز، صح؟ يبقى تقولي له كل حاجة انت بقى ونصيبك. قولي له انا منفصلة، انا زوجة وانفصلت، محصلش نصيب، كل واحد يروح لحاله او راح لحاله، وانت انسان انا حبيتك ومرضتش اقولك في الاول، خفت تسيبني. وشوفي رد فعله ايه، ما يمكن يقولك عادي ما فيش مشكلة ويوافق. فمن بني على باطل فهو باطل، والكذب ملوش رجلين. هتكذبي النهاردة هيتكشف امرك بكرة، يبقى ليه تحرجي نفسك وتحطي نفسك في موقف وحش؟ يعني هي المطلقة عاملة جريمة، عاملة كارثة؟ ما هو ما فيش نصيب. فانت تقولي له الحقيقة، انت تقولي له الحقيقة. ما فيش احسن من الامانة علشان يثق فيك. عشان انت لو انت فاجئتيه يوم فرحكم مش هيأمن لك ولا يثق فيكي، هيقول ان انت غدارة، ما عندكيش ثقة وما انتيش امينة، وهياخد موقف صعب جدا وممكن يسيبك. لكن لو قلت له دلوقتي وانت مخطوبه له، القرار بقى قراره، لا يقبل لا يكمل معاك. انت بتقولي ما سبقلوش الجواز، فلازم يعرف ان انت سبقلك الجواز. دون غدر وخيانة وكذب، ما ينفعش، ما ينفعش. اللي ليك نصيب فيه هتشوفيه. احسن ما تتحرجي ساعتها، ممكن يهزقك وممكن يهينك ويقولك انا خطبك، ما قلتليش ليه، خبيت عليا ليه. لكن لو انت قلتي ممكن يحترمك ويقولك خلاص كل واحد بياخد نصيبه وانا متمسك بيكي. بس هو ده ردي، واي حد هيسمع المشكلة انا واثقة ان هو او هي هتقول نفس الاراء. يا ريت اشوف تعليقاتكم واقول لكم اشوفكم على خير، وعايزه تفعيل الجرس وعايزه اشتراك، و
اشوفكم على خير.